دعوه كريمه من الكابتن علاء مقلد بتزيد الود والتواصل بين لاعبي الفريق والجهاز الفني والاداري. اكيد طبعا، يعني حاجه كويسه. انا كمان لما اللي هو علاء اتكلم، كنا بنتكلم في موضوع العزومه بتاع، فانا فكرت برضو من ان يبقى فيه من اللعيبه تتلم ويبقى يوم كويس، يبقى اللعيبه كلها يوم نقضيه طبعا، وخصوصا بقى في اخر شهر رمضان، منها اللعيبه تبقى مع بعضها لمه كويسه، ومنها بقى طبعا نلبي دعوه اللي هو علاء ميلد، وطبعا بنشكره على الفطار الجميل دوت وتعبناه معانا يعني. ودي الحاجات برضه في عامه في فريق كوره الفرق الكبيره اللي بتلعب على بطولات، بيبقى لازم في لما كتير للعيبه، سواء على المستوى الخاص بالنسبه داخلي بالنسبه للعيبه، كل مثلا لعيب بيعمل لمه معينه او عزومه معينه، والجهاز نفس الشيء. فهي الحاجات دي كويسه بتقرب، بيبقى في تجانس بتاع، عشان يبقى في روح للفرقه كلها بتبقى واحده، بيبقى في اللعيبه بتقرب كلها لبعضيها اكتر يعني، وخصوصا الواحد بيستمتع كمان بشهر رمضان يعني. كابتن ابراهيم، يمكن الدعوه الكريمه من اللواء علاء ميلد بتواكب توقف الدوري، وكان ليك تصريح قبل توقف الدوري ان الزمالك هيكون متضرر من توقف الدوري لفتره طويله بعد ما دخل جو المباريات والاسبوع الرابع من الدوري، جت فتره التوقف الطويله دي. شايف ان الزمالك فعلا لما يستفد من التوقف الطويل ده؟ يعني هو في ساعتها انا قلت طبعا مش في ضرر بالنسبه لنا، احنا عايزين نكمل الماتشات، وخصوصا ان الماتش الاخير طبعا يعني كان غريب جدا بالنسبه لنا، نتيجته غير متوقعه، والظروف كلها كانت مهيئه ان الفريق ماشي كويس. فطبعا لما يحصل حاجه زي ديت كبوه زي دي، الواحد بيبقى المتحفز ان هو يحس ان هو كويس، وحاسس ان هو عنده كتير، وحاسس ان هو الفريق البطل بالذات بيبقى مستني في الماتش اللي بعديه بفارغ الصبر عشان يعوض. كابتن بخصوص المنتخبات، كان في شكوى من الكابتن هاني رمزي للاهلي والزمالك، يعني بقول لك ان فريق الاهلي والزمالك مصلحتهم اهم من مصلحه المنتخب، ان هم ما بيدوناش اللعيبه. عايزين نعرف المشكله دي وصلت لحد فين؟ لا مش بنديش، احنا بالعكس، احنا في تنسيق مع الناس، منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي. وانا اتكلمت حتى اول ما ابتدى اول يوم في التوقف، كلمت طارق السعيد وكلمت هاني لما تليفونه كان مقفول، كلمت طارق السعيد فهمته ان هو كان بيتكلم على احمد ماهر الظهير الايمن بتاع ناشئين، فقلت له احنا هنعمل اكتر من ماتش، فاحنا عايزين نشوف عشان نقدر، لان انا عندنا نقص في الحته ديت لاصابه احمد غانم، وكان في عمر دخل برضه في اصابه، فعشان نبدا نشوف نديله الفرصه، ودي حاجه كويسه للمنتخب لما احمد ماهر يبتدي يلعب هيبقى كويس، هيبقى بالتالي هيفيد المنتخب الاولمبي. فلما يلعب مع نادي الزمالك، وخصوصا معلش يعني كل الناس لازم تعرف كده، معظم لعيبه المنتخبات بالذات لعيبه النادي الاهلي او لعيبه نادي الزمالك او الزمالك والاهلي، المفروض ان هم خبراتهم بتبقى اعلى، لانه بيحتكوا بيلعبوا مع فريق الزمالك وفريق الاهلي فرق كبار، وبيحتكوا يعني على اعلى مستوى، وفي ماتشات المفروض يعني اللعب في نادي الزمالك وفي نادي الاهلي مش سهل. فاللعيب لما يحتاج ويلعب في الدرجه الاولى او يلعب مع الفريق الاول مع فريق نادي الزمالك، بالتالي لما يجي يلعب مع المنتخب الشباب او المنتخب الاولمبي هيبقى خبراته اعلى. فاحنا قلنا المنتخب الاولمبي ما عندوش ماتشات، ده كان تجمع عادي، وطبعا احنا كل ده بنعمله عشان خاطر منتخب مصر. بس لما يكون منتخب مصر في ماتشات رسميه ماشي، لما يكون في ماتشات وديه مهمه للمنتخب ماشي، انما لما يكون انا عندي ماتشات مع الفريق الاول وناشئ او في هيستفاد من احتكاكه مع الفريق الاول في نادي الزمالك، يبقى احسن له ان هو يكون يلعب معانا الماتشات الوديه دي. ده هدفنا يعني، انما الهدف ان يبقى فيه هدف واحد، ان احنا بنساعد بعضينا، مش ما حدش ضد حد. كابتن ابراهيم، يمكن حسين ياسر محمدي، يمكن الكلام كتر، هو بيقول تصريحات ومدير اعماله بيقول تصريحات، وسمعنا تصريحات من داخل نادي الزمالك، الحقيقه وصلت لفين؟ وخاصه بعد التصريح الاخير لحسين ياسر ان هو ما فرضش اي شروط، وان هو راجع، وان هو في معسكر المنتخب القطري. جميل الكلام اللي بتقول الاخير ده، جميل بالنسبه له، بس كان لازم يوضح من الاول. نادي الزمالك انت بتقول كلام هنا وكلام هنا، كلام نادي الزمالك اللي انا بقول لك ده هو الصح، لان انا المسؤول وانا اللي شايف، احنا ما لناش اي مصلحه ان انا ممكن نقول للعيب ده وتقول حاجه وحاجه ثانيه. يعني الكلام اللي هو الصح ان الراجل سافر بعد ماتش انبي من غير ما يستاذن، المفروض على الاقل من غير ما يستاذن. بس هو في تصريح عليه ان هو خد اذن من الجهاز الاداري ان هو يسافر. لا ما حصلش. بص اقول لك حاجه، معظم اللعيبه وهو نفسه عارف، ومنبهين اي اذن، اي حاجه مشكله لاي لعيب، يا انا يا حسام بس، ولا مساعد ولا مدرب مساعد ولا مدرب ولا اداري ولا لعيب وزميله ولا اي حد، منه لينا انا وحسام بس. لو انا ما ردتش يبقى حسام موجود، لو حسام العكس صحيح. انما يجي بقى يتصل بلعيب او مدرب، مش هينفع.
او حتى لو اي حد في النادي، غير ما هم الكلام ده منبهين عليهم من اول السنه ومن السنه اللي فاتت، ومع الوقت كل موقف كل حدث بنكرر نفس الكلام. فما فيش لعيب بقى يجي عشان هو خايف يهرب من الموضوع، عايز يعمل حاجه وعارف ان احنا مش هنوافق، يروح راميها يقول لك انا مسافر، بس بقول لهم مش هينفع كده، والكلام ده مش هينفع معانا يعني. فهو سافر من غير ما يستأذن مننا. فاحنا ما فيش مشكله مع المنتخب لما يسافر يوم واحد عشان هيلعب 3 وهيلعب 7، فانا مش ما فيش اي مشكله. انما هو سافر، كان ماتش يوم 23 بتاع انبي، من بعد ماتش انبي ما شفناهوش، فكان في 3 ايام اجازه، كان يستأذن مننا. لو سافر اقول له اه او لا. كان المفروض يرجع يوم 26، كان يوم الجمعه، ما جاش يوم 26، فقعد 26 و27 و28 و29 و30 لحد ما راح لضم مع نفسه مع المنتخب في قطر. فده غير طبعا مسموح به وغير منطقي يعني. بص، الكلام اللي بقول لك دوت هو الاخير. بالنسبه لعقد حسين لما جه مضى عقد مع نادي الزمالك، كان جاي من النادي الاهلي، دفع $300,000 فيه الشرط الجزائي، او عشان احنا اللي دفعناها، نادي الزمالك اللي دفعها. وبعدين اتعمل 3 سنين، حصل مفاوضات في العقد بتاعه، طب كذا 3 سنين ونص. المهم بعد ما مضى العقد بتاعه قعد مع الناس قلنا له، كان بيقول ان باخد مبالغ طبعا اكبر في انديه ثانيه، فقلنا له بس شد حيلك. الاستاذ ممدوح عباس لما جاي بيسلم عليه بعد ما مضى، فقال له بس ربنا سهل، شد حيلك زي ما اي حاجه، زي ما ابنك ما يجي يقول لك انا عايز، قول لك انجح بس وشد حيلك، وانا ممكن وانا ان شاء الله اشوف. كلام عادي جدا. انما هو لو كلام رسمي وكلام، طب ما كتبتوش في عقدي ليه؟ ومع ذلك الناس في مجلس الاداره مشكورين بالنسبه لان عملوا لحسين، ان هم قالوا ما فيش مشكله. انا طلبت عملت مذكره ليهم ان مع بدايه الموسم عايزين نعدل عقد حسين، يعني من غير ولا ضغط ولا من غير مشاكل. والناس ما فكروش ولا اعترضوا دقيقه، راحوا معدلين العقد بتاعه ايا كان المبلغ اللي عملوه، ده يشكروا عليه. حسين انا نصيحه منه يهدى، يفكر في الملعب اكتر، لان من خلال نادي الزمالك ابتدى الراجل بتاع مدرب المنتخب ميتسو يجي المدرجات ويقعد ويتفرج على حسين يرجع على المنتخب تاني، وابتدى حسين يرجع تاني حسين من خلال نادي الزمالك. فما يشغلش نفسه ما يدخلش نفسه في الدوامه دي، لان لو دخل فيها في الدوامه مش هيركز في الملعب، بالتالي هيقل مستواه، بالتالي الجمهور مش هيقلق منه، ومش هيرجع، مش هيقف مساند ليه. فانا بقول له ركز واعمل حاجه كويسه، واعمل بطولات في نادي الزمالك، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه حتى لو مش عايز تكمل في مصر. ماذا لو تم ايقاف شيكابالا، خاصه ان في كلام ان الجمعه القادم سيصدر الفيفا قراراته في موضوع اندرلخت وتوقيع العقود؟ ماذا لو تم ايقاف شيكابالا الفتره اللي جايه دي، وهو واحد من الاعمده الاساسيه اللي انت بتعتمد عليه عند الكابتن حسام حاليا؟ ده كلام سابق لاوانه. يعني المفروض احنا عندنا الورق النادي الزمالك اللي هو بعته او مبعوث للفيفا موجود. شيكابالا عمل عقود جديده مع نادي الزمالك، وقبليها ليه لسه العقود بتاعته ساريه سنه ونص. لو النادي بلجيكا عايز يعمل مشكله هيعمل مشكله لنفسه، ولو حصل مشكله لشيكابالا ممكن تعمل غرامه ولا ايقاف، الله اعلم، يعني حسب الورق اللي موجود. انما ده المتبع. يعني لما في نادي بيعصي لاعب على النادي بتاعه، واللاعب ده مرتبط بعقد، مش بيمضي معاه بعقد خلصان، فاكيد هيتعرض لعقوبه. فالنادي البلجيكي ده هيتعرض لعقوبه ان ايقاف عن التعاقدات لمده 2 سنين. لو حتى حصل شيكابالا مشكله، بس هو في الاخر موجود في نادي الزمالك، فمش من مصلحه النادي البلجيكي اللي يعمل مشكله. تمام. انما احنا شيكابالا لسه ليه عقد 1.5 سنة، وعمل عقد 4 سنين كمان. يعني انا شايف ان الامور هتحسن بقى اكيد خلال الايام الجايه يعني. كان يوم رائع يعني، كل واحد حتى اللي كان في نفسه حاجه قالها للتاني، وبعدها تصافحوا وتعانقوا، وكان شيء رائع جدا يعني. وكل كان مبسوط، وكل كان مستعد وجاهز ان هو ينسى اي خلاف، ينسى اي مشكله. الحقيقه انا بشكر كل الاعلاميين اللي شرفونا النهارده، ان هم تعهدوا على ان يبقى فيه نوع من الود، نوع من التواصل، نوع من يعني الوقفه مع نادي الزمالك. شفت اللعيبه كلها قد ايه كانت مبسوطه، شفت الجهاز الفني قد ايه محتضن اللعيبه، شفت الروح الطيبه اللي بينهم. يمكن انت برضو شفت الاعلاميين كلهم، كل الاعلاميين كانوا موجودين الحمد لله، اللي هم مرتبطين بنادي الزمالك.
كلهم كان كله حب وكله احترام، وزي ما بقول ان حتى اللي فيه في نفسيته حاجه قالها للتاني، وكل خلاص بدأوا صفحة جديدة. كانت دعوة كريمة من سيادة اللواء علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك، والحقيقة اللواء علاء مقلد راجل دايما يعني بيمد ايده لفتح صفحة جديدة. نادي الزمالك يمكن في الفترة الأخيرة كان محتاج فعلا لنوع من الانسجام والموائمة ما بين الجميع. يمكن الخلافات زادت وكانت في بعض المشاكل اللي بتأثر على مسيرة الفريق في الفترة الأخيرة. شفنا مشكلة جده وما حدث من تبعات ليها كانت عامله جذور سيئه. شفنا فريق الكوره برضو بعد التراشق بالالفاظ ما بين بعض اللعيبه، وسمعنا عن حسين ياسر محمدي ومشكلته ومشكله حازم امام وهكذا. يمكن الدعوه دي اعتقد انها كانت دعوه في وقتها المناسب. يمكن الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن التقطوا هذه الدعوه وجمعوا اللعيبه وقعدوا مع بعض وصفوا الخلافات حتى اللي ما بين الاعلاميين وبعض اللاعبين. النقد الرياضي ده شيء مكمل، لاني انا مش معقول او اي حد بيعمل في الحقل الرياضي مش معقول على طول هيسير في الطريق الصحيح. النقد الرياضي ده مرآة بيساعدك على انك اذا حت عن الطريق بيعدل طريقك من جديد وبتمشي في الطريق المستقيم من جديد. النقد الرياضي والالعاب الرياضيه الفرق او الانديه احنا كلنا في النهايه في اتجاه واحد، كلنا في مركب واحده. يهمنا في النهايه الصالح العام للرياضه المصريه، يهمنا صالح الانديه ومن ثم صالح الرياضه المصريه، وده كله بيصب في الاخر في مصلحه مصر.